غلطي، وبقيت أتعلم منه، وأي كلمة كان بيقولها ما كنتش بخليه يعيدها تاني لحد ما بقيت نسخة تبقى الأصل منه. هقول لكم على موقف حصل. في مرة 2 اختلفوا في البيت من زوجات إخواته. رحت كلمت كل واحدة فيهم عشان كانت غلطانة. واحدة منهم قالت لي بطريقة ناشفة مالكيش دعوة، وساعتها أخدت قرار إني أسيبها تخبط دماغها في الحيط. ولما حكيت لجوزي ضحك وقال لي الكبير يلم ما يبعترش. قلت له يعني ايه؟ يعني اسيبها تهني؟ قال لي لا طبعا، مش هي غلطانه؟ قلت له اه. قال لي يبقى خلاص تاخد فوق دماغها وما تقدرش تتكلم. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني تجيب الاتنين قصاد بعض والغلطان تديله فوق دماغه. انت كلمتك تمشي على البيت بالنسبه للحريم، ومفيش ولا واحده فيهم ولا كمان واحد فيهم يقدر يفتح عينيه فيكي، ودايما تعرفي ان صاحب الحق قوي. قلت له طيب ايه التصرف بعد الموقف ده؟ قال لي التجاهل، سيبيهم وقولي للمظلومة حقك أنا هجيبهولك بس ما تغلطي. لو عجبتكم القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.